السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اهلا بكم في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونا. ان شاء الله احنا جايين النهارده بوصفة جميلة جدا جدا جدا، وجربوها ان شاء الله وتدعولي. ادخل في الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونا عشان نوصل ل1000 مشترك. بحبكم في الله يا كل حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض الفطير الشرقي، بس من غير عجين ومن غير توريق ولا فرد ومن غير اي حاجه. هنجيب لفه جلاش ب10 جنيه وهنعمل بيها احلى فطيره شرقي ان شاء الله. المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، عندي هنا لانشون متقطع وجبنه رومي، وعندي طماطم، وعندي فلفل اخضر واحمر، فلفل الوان، وصلصه، وبيضه، وجبنه بيضه قديمه متفرفته، وزيتون متقطع، وبيكنج باودر، وكوباية لبن، ولفة الجلاش. نيجي بقى نتكلم الوقت على الجلاش. النوع ده جلاش الصواف، ده احلى نوع جلاش ممكن تستخدميه، ان كان الناشف او الطري. تمام. إيه الانواع التانية ما انصحش بيها، لكن دي احسن ماركة الصراحة. بتدي نتيجة الصراحة جميلة جدا. في الحلويات كانت مسكرة، وفي المعجنات ان كانت حادقة. تمام. هنخش في الوصفة بتاعتنا بقى على طول. انا فتحت علبة الجلاش بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده، بتبقى جاية مبرومة. تمام. انا عايزاها زي ما هي مبرومة كده. تمام. وهجيب مقص، وهبدأ اقصقص كده زي ما احنا شايفين. ورقة الجلاش كلها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هفتحها من بعضها كده. شايفين كده، انا فتحت ورقة الجلاش كلها اللي انا مقصقصاها زي ما انتوا شايفين بالشكل كده. تفتحها سهل بسيط خالص، انت بتقلبي بس كده وبتتفتح معاكي. تمام زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. هجيب هنا صينية بسبوسة المقاس الكبير. انا هدهنها دهنة حلوة بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا دهنتها سمنة بس دهنة مش خفيفة، دهنة تقيلة شوية. تمام. وهجيب ورق الجلاش اللي انا مقطعاه كده، وهفرده داخل الصينية زي ما احنا شايفين كده. ما اسيبش اي مكان الا ما احط فيه قصايص الجلاش بتاعتي دي. بس نخلي بالنا برضو ان احنا عندنا الطبقة التانية، يعني ما اقومش حاطه كل الرقه هنا وما يبقاش معايا للطبقه التانية. تمام. انا بقى عندي هنا تركايه، انا مش عايزه ورق الجلاش ده ان انا اضغط عليه بايدي، لا انا عايزاه مهوي زي ما انتوا شايفينه كده، بس اظبطه بس. تمام. زي ما احنا شايفين كده. لو حته ما فيهاش انت بتظبطي وتحطي فيها، بس اهم حاجه ما تخلوهوش مضغوط علشان ما تبقاش الفطيره بتاعتك مكتومه. تمام كده. الرقه بتاعتنا هي الاولانيه زي ما احنا شايفينها كده. الصلصه بتاعتي، الصلصه دي انا عاملاها في البيت. تمام. وبحط عليها حبه صغيرين كزبره ناشفه، وحبه صغيرين ملح، رشه فلفل، ورشه كمون. تمام. وهخلط خليط الصلصه بتاعنا ده زي ما احنا شايفينه كده، وهنزل كده بالراحه. انا مش بدهنها، بس انا يعني ايه، بطعمها كده. تمام كده.
هنزل بقى بفلفل الالوان بتاعنا، وهنزل بالطماطم. طبعا الحشوه ديت ترجع لك حسب اختيارك، بس انا اللي كان متوفر عندي دلوقتي الحشوه دي. انت ممكن تحطي تونه، ممكن تحطي كفته، ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي لحمه مفرومه، ممكن تحطي همبرجر، المتاح عندك يعني حطيه. بعد كده بحط جبنه رومي، تمام. بحط قطع جبنه بيضه، اللانشون، وهنحط الزيتون. انا كده عملت الحشوه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، تمام. هجيب بوله كده وهكسر فيها البيضه، وهنزل عليها بكوبايه اللبن بتاعتنا، بربع معلقه صغيره فلفل، ممسوحه بيكنج باودر، تمام. وهخلط كل الخليط مع بعضه كده بالشوكه، بس دوبي البيضه كويس باللبن. اللي طالع على الوش ده البيكنج باودر، لان البيكنج باودر بيفور. خلطت الخليط بتاعي كويس، تمام. هسقي كده الرقه الاولانيه بتاعه الفطيره، يعني هي ممكن تتسقى معايا بحوالي نص المقدار. زي ما احنا شايفين كده، بس كده تمام. هجيب باقي الجلاش اللي انا مقطعاه، وهغطي بقى كل الحشوه اللي قدامنا دي. اهم حاجه ان احنا منضغطش عليها خالص عشان تطلع جميله وحلوه معانا. حاولي توزعي بقى كل اللي متبقي معاكي في الرقه التانية، اي مكان انت شايفاه باين فيه غطيه. انا عندي هنا سمنه سايحه، حوالي 3 معالق سمنه سايحه كده، هصبهم كده، تمام. اللي كان متبقي من سقي الطبقه الاولانيه هنزل عليه بمعلقه الصلصه اللي باقيه معايا، وهقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض زي ما احنا شايفين كده. وهسقي بقى بقيه الخليط ده على الوش بتاع الفطيره. احلى بيتزايه تاكليها وهتلاقي طعمها جميل جدا. اهم حاجه ان انت تتوصي بالحواف عشان الحواف تطلع معاكي طريه، ما تبقاش ناشفه.
بميلها كده على كل الجوانب عشان الساقية اللي انا ساقيها لها تمشي في كل قطعة في الفطيرة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين الخليط بيبدأ ينزل معايا تحت اهو، وبمشي كده واحدة واحدة عشان يتشرب كل مكان في الفطيرة، يبقى فيه ساقية من اللي انا حاطه لها. تمام. عايزة اقول لكم يعني بجد الصراحة النتيجة هتبهركم في الاخر كده. تمام. كان عندي بواقي هنا جبنة رومي برضو، دي اختياري، وممكن تحط عليها جبنة موتزاريلا كده. ورشة بسيطة طماطم، ورشة فلفلة، وقطع الزيتون، وبكده بقت عندي شكل الفطيرة في النهاية. دلوقتي انا هدخلها الفرن على فرن ساخن جدا، تمام، في الرف الاوسط، تحمر من تحت. بعد كده ابدا اشغلها الشوايه. وده شكل الفطيره بتاعتنا بعد ما اتحمرت وخرجت من الفرن. عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها جامده جدا، وشكلها بجد يعني كانك جايبه بيتزا من بره. وهنقطعها مع بعض دلوقتي ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. ده كان الشكل النهائي بتاع الفطيرة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. عايزة اقول لكم طرية وجميلة جدا. انا قلبتها، شايفينها من تحت متحمرة وجميلة ازاي. انا قطعتها هنا معاكم. عايزة اقول لكم من جوه ماهيش مكتومة ولا اي حاجة، ومورقة، وبجد جميلة جدا. يعني بحاجة بسيطة ب10 جنيه هتعملي احلى واكبر فطيرة شرقي، وبالحشوة اللي انت محتاجاها واللي موجود عندك في قلب البيت. هقطع حتة معاكم كده، شايفين طرية جدا بجد، يعني تستاهل التجربة، ومورقة جدا زي ما انتوا شايفين، والريحة والطعم جميل جدا. شايفين معانا ماهيش مكتومة ولا اي حاجة. وبألف هنا يا رب على قلوبكم. مع السلامة.